على مسافة الكيلومترين يمتد هذا الشارع الجديد بوسط مدينة عين الترك الساحلية، وهو يمثل جانبا من تحضيراتها استعدادا لموسم الاصطياف. المجلس الشعبي لهذه البلدية باشر جملة من العمليات الهادفة بالدرجة الأولى إلى تزيين المحيط وتنظيف الشواطئ حتى تستقبل زوارها في أحسن الظروف. باشرنا عملية النظافة على الشواطئ البلدية منذ شهر فبراير، وفاقت العملية 150 شاب. لي بلاج تاعنا راهم نضاف، ورانا دروك نجموا نستقبلوا في ظروف حسنة. وفي ذات السياق وبالموازاة مع هذه الجهود تم تصدير برنامج تنشيطي ثري يمتد طيلة أيام فصل الصيف. شواطئ بلدية عين الترك التي تعد من الوجهات الكبرى للمصطافين من وهران وباقي جهات الوطن وكذا المغتربين تستقبل سنويا ما يزيد عن 3 ملايين زائر، وهي اليوم في أتم الاستعداد لاستقبالهم في أحسن الأجواء.